السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بحبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي الفترة المسائية بمدرسة برمس الإعدادية. قدامكم طبعا امتحان الهندسة، امتحان الهندسة اللي انتوا امتحنتوه شهر أكتوبر. ودلوقتي حبيبي هنحل المسائل أو نحل الامتحان مسألة مسألة، والهدف طبعا من الفيديو تعرف إن كنت حليت صح أم حليت غلط، ولو في حاجة حليتها غلط طبعا تعرف الحل الصحيح، عشان لو جات لك المسألة في أي امتحان تاني يبقى أنت كده عرفت الإجابة بتاعتها. أدي أول سؤال عبارة عن 3 أسئلة اختيارات. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان قياس زاوية أ يساوي 90 درجة فإن قياس زاوية أ المنعكسة يساوي نقط. طبعا الحل بتاعه طبعا قلت 360 ناقص منها 90 يساوي 270. تمام كده؟ ليه؟ الزاوية المنعكسة هيساوي 360 درجة، فأصبح عندي هنا 360 أنقص منها 90 هيديني كام؟ 270 درجة. أصبح الحل عندي كده كام؟ 270 درجة. الزاوية المنفرجة تكمل زاوية. احنا قلنا الزاويتين مكملتان مجموعهما كام؟ مجموعهما 180 درجة. فقلنا طبعا دي زاوية منفرجة مثلا 120 مثلا، يعني هجيب لك زاوية مثلا 120 عايز اخليها زاويتين متكاملتين، احط عليها كام؟ احط عليها 60. ب 60 دي زاوية حادة ولا قيمة ولا منفرجة؟ زاوية حادة. وبالتالي الزاوية المنفرجة تكمل زاوية حادة. تمام؟ ايه الحل بتاعي كده؟ وايه؟ زاوية ايه؟ زاوية حادة. مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي قياس زاوية. مجموع قياسات المثلث يساوي كام؟ هيساوي 180 درجة. تمام؟ أب إيه في دولك 180 درجة؟ الحادة ولا القائمة ولا المنفرجة ولا المستقيمة؟ أقول يا مستر الزاوية المستقيمة. الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة، ومجموع قياسات زوايا المثلث برضه 180 درجة. إذا الحل عندنا إيه؟ مستقيمة. تمام؟ نيجي السؤال الثاني أكمل ما يأتي. الزاويتان المتجاورتان المتكاملتان ضلعهما المتطرفان يكونان إيه؟ على استقامة واحدة. إذا كانت الزاويتان المتقابلتان بالرأس متكاملتان فإن قياس كل منهما هيساوي نقط. طبعا هيساوي كام؟ هيساوي 90 درجة. ليه؟ الزاويتين المتكاملتين مجموعهم كام؟ مجموعهم 180 درجة. تمام؟ يعني الزاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجة، ولكن بقول لك الزاويتين متقابلتان بالرأس. طالما متقابلتان بالرأس إذا هما متساويتان. تمام؟ طالما الزاويتين متقابلتان بالرأس إذا هما زاويتين إيه؟ زاويتان متساويتان. واحنا قلنا ان الزاويتين المتساويتين دولت مجموعهم كام؟ مجموعهم 180 درجة. وطالما كل زاوية بتساوي الثانية أصبح كل زاوية تساوي كام؟ 90 درجة. تمام؟ الزاوية التي قياسها 113 درجة تكمل زاوية قياسها. تمام؟ احنا قلنا الزاويتين المتكاملتين مجموعهم كام؟ مجموعهم 180 درجة، وبالتالي هنا هقول 180 ناقص منها 113 هيساوي كام؟ هيساوي 67 درجة. يساوي 67 درجة. تمام كده يا حبيبي؟ نخش بعد كده حبيبي عند المسألة قبل الأخيرة. تمام؟ عندك هنا في شكل موجود قدامك، قياس زاوية أ م ب يساوي 150 درجة، قياس زاوية ب م ج يساوي 100 درجة. المطلوب إيه؟ المطلوب عايزين قياس زاوية أ م ج. عايزين قياس زاوية أ م ج. تمام؟ طبعا معروف ان مجموع قياس الزوايا المتجمعه حول نقطه هيساوي كام؟ هيساوي 360. يعني جميع الزوايا المتجمعه حول نقطه م هيساوي 360 درجه. ابقى انا عايز اجيب قياس زاويه ا م ج بس. تمام؟ هنعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده قدامك. طبعا مجموع الزوايا المتجمعه حول النقطه قلنا يساوي كام؟ 360. يبقى 360 ناقص واجمع الزاويتين اللي موجودين قدامي اللي هي 150 زائد 100، وبالتالي هنا هيكون 360 ناقص 150 زائد 100 هيساوي 250. 360 ناقص 250 هيساوي طبعا 110 درجة. إذا قياس زاوية أ م ج هيساوي 110 درجة. المسألة الأخيرة الشكل اللي موجود قدامك
قياس زاوية أ م ب يساوي 110 درجة. قياس زاوية أ م د هيساوي 90 درجة. ليه؟ جاب لك هنا علامة القائمة. طالما جاب لك علامة القائمة اعرف إنها بتساوي 90 درجة. تمام؟ قياس زاوية قياس زاوية د م ج هيساوي 40 درجة. أنا عايز إيه؟ عايز قياس زاوية ب م ج. تمام؟ طبعا لاحظ برضو كلها زوايا متجمعة حول نقطة. قلناها برضو في المثال اللي فات. مجموع الزوايا المتجمعة حول النقطة هيساوي كام؟ هيساوي 360 زي ما انت طبعا ايه شايف. وبالتالي نقول هنا قياس زاوية ب م ج هيساوي طبعا 360 ناقص واجمع 110 زائد 90 زائد ال 40 طبعا هيساوي بعد كده 360 ناقص 240 على اساس ان 110 زائد 90 200 زائد 40 240. أصبح 360 ناقص 240 هيساوي 120. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.